يا عم امتحان ايه اللي خاف منه؟ الامتحان الحقيقي هو امتحان الاخره. هو بغض النظر عن الكلام ده حقيقي، بس دي نكته بيقولها بعض الناس اللي مش مذاكره قبل الامتحانات على سبيل الفكاهه وها ها ها وكده يعني. بس للاسف بعض الناس اللي مش مذاكره دي بتبقى داخل الامتحان وعامله حسابها على الغش، وهو امر لو تعلم عظيم والله. معنى انك تغش انك فقدت يقينك في ربنا انه مستحيل يضيع تعبك ابدا، ومعنى انك تغش انك سقطت فعلا في امتحان الدنيا واللي للاسف هيسقطك برضه في امتحان الاخره. هتقول لي ما كل الناس هتغش وكده انا هتظلم، والمساواه في الظلم عدل. هقول لك ان كل واحد فينا هيقف يوم القيامه قدام ربنا يتحاسب لوحده، يقول له يا عبدي يا فلان يوم الامتحان يوم كذا الساعه كذا غشيت ليه؟ ما كنتش عارف ان الغش حرام؟ ما كنتش عارف اني شايفك؟ يا صديقي بدايه حياتك بالغش هتكون اسوأ بدايه حياتك، وخليني اقول لك اللي انت مش شايفه في المستقبل عشان انت ما مريتش بالتجربه دي. لو انت غشيت فانت كده عملت معصيه، وشوف انت عصيت مين عشان تعرف حجم المعصيه، ودي اول حاجه. تاني حاجه وهي انك ظلمت حد وخدت مكان حد كان مجتهد ولكن ربنا ما وفقوش لاي سبب من الاسباب. شوف كم واحد بيتظلم في التنسيق كل سنه وبيقعد يدعي شهور وسنين على اللي اخدوا مكانه بالحرام. هل انت قد دعوه المظلوم اللي ما فيش ما بينها وما بين ربنا حجاب؟ ما تغشش بالله عليك في اي امتحان، ولو كنت ناوي تغش في اي امتحان فاعقد النيه انك ما تغشش لوجه الله. صدقني لذة طعم النجاح بمجهودك فقط لا غير بيبقى لها طعم تاني. سلام.